قصة النهائي ما بدت من الأرجنتين وأسبانيا فقط، بدت من أول صافرة بالمونديال، من رجع العراق ومن الحلم العربي والمفاجآت اللي قلبت كل التوقعات، ومن نجوم ودعوا البطولة بالدموع إلى أن وصلنا للمباراة الأخيرة. وحتى نراجع كل هاي الرحلة ونفهم شنو ترك لنا المونديال وشنو ينتظرنا بنهائي الأرجنتين وأسبانيا. انضم إلينا الصحفي الرياضي نجاح صادق. أهلا وسهلا بك كابتن نجاح. تحياتي لحضرتك استاذ بدر ولكادر مباراة المونديال، وشكرا جزيلا للدعوه. حياك الله، شرفتنا. طبعا اول سؤال دائما اليوم وهالايام الناس تحكي انه النهائي ارجنتيني اسباني، هل كانت هذا متوقع ام هي واحده من مفاجآت المونديال؟ نعم استاذ، اولا ما تركت شيء حضرتك بهاي المقدمه الرائعه. شكرا. بديت من التاريخ، علقت على جوانب فنيه عن المواجهات، فلذلك انت اليوم غطيت كل شيء. انت اكثر راح تحلل طبعا. الله يسلمك ويحفظك استاذ بدر. عموما هي تحققت العداله بوجود فريقين، الفريق الاول اللي هو الارجنتيني والمنتخب الاسباني، وهي يعني نقدر نعتبرها بالاربعه التوب، يعني فرنسا، انجلترا، الارجنتين، اسبانيا. يعني كان اي مشجع او اي متابع مراقب محلل كان يتوقع المنتخبات لما تمتلك هاي المنتخبات من ارث حقيقه على مستوى البطولات وعلى مستوى الدوريات، لكن تبقى هي يعني نقطه الضوء بها هو المنتخب الارجنتيني. هسه تسالني تقول ليش المنتخب الارجنتيني؟ حضرتك بمقدمه الحلقه مالتك قلت اكو عيد وطني بالارجنتين. لا، انا اجزم لك انه اللي شفته بالعراق يفوق مشجعين الارجنتين من فد يعني حب للمنتخب الارجنتيني، فد شيء مو طبيعي، على اعتبار انه وجود الظاهره. طبعا انا اشجع ريال مدريد، وتعرف نقيضان لا يجتمعان، برشلونه وريال، بس مع هذا انا بالنسبه لي يعني اليوم وجود الظاهره ميسي، وقدر يخرق القوانين بوجوده يعني 39 للعمر، وقدر يصنع هذا الفارق مع هذا المنتخب. الصراحه هو هذا الشيء المميز للمنتخب الارجنتيني، فلذلك يعني شخصيا شجعت الارجنتين لوجود هذه الظاهره. اليوم يمكن اذا اردنا نفتح باب يعني وجود المنتخب الارجنتيني ووجود ميسي هو اللي انطط يعني طعم خاص لهذه البطوله، خصوصا انه وجوده بالفاينل. نعم، طيب هو تعرف الكثير تحدث عن انه مشاكل تحكيميه، محاباه لميسي بالتحديد وللارجنتين، هل هذا كان واقعي؟ هل فعلا هناك محاباه؟ هل نعم انا البارحه نعم واضح استاذ بدر، انا قطعا البارحه المباراه اللي يعني امام المنتخب الانجليزي اثبتت للعالم انه لا محاباه ولا مساعده حكام ولا مساعده كذا، وانه ميول الفيفا للمنتخب الارجنتيني. وهاي الشكوك بصراحه اللي ما نحبها احنا اليوم اثبتت انه بالدليل القاطع انه المنتخب الارجنتيني فعلا وصل للفاينل عن طريق خطط تكتيكيه. انا مو فني، ما اريد ادخل بالجوانب الفنيه، لكن سكالوني عرف من تؤكل الكتف بصراحه، لانه مباراه على مستوى عالي البارحه بها رتم عالي. يعني شنو المنتخب الارجنتيني في كل مباراه يرجع عن طريق الريمونتادا. عن اخر 15 دقيقه المنتخب الارجنتيني كان حاضر باغلب مبارياته. هذا الشيء يفسر لك انه اكو دكه بدلاء على مستوى عالي، اكو احتياط من اللاعبين، اكو خزين، اكو قوه بدنيه اللي عانت من عندها منتخباتنا العربيه وكذلك منتخبنا شخصيا، انه بالشوط الثاني يفقد المباراه. لذلك مباراه يعني مونديال امريكا، كندا، المكسيك حقيقه بعبر ودروس للمدربين انه المفروض نستفيد من عندها. اما عن طريق الشكوك مثل ما ذكرت والمحاباه وهاي، لا، هاي كلها حقيقه مستبعده، لانه قلت لك منتخب متاخر يرجع باخر الدقائق. يعني ربما ايضا كان اخطاء من المدرب الانجليزي، ربما كان هناك اخطاء، او ربما انه نعم يعني دخل تراجع، دخل مدافعين 4، ربما هاي ايضا اثرت وكانت. لكن انت تكلمت عن منتخبنا وذكرتني بهذا، خلينا نستذكر منتخبنا خلال فتره في مشاركته بالمونديال. شو ضحكت يعني. هي طبعا احنا كنا متوقعين انه المنتخب ما يوصل الى مكان بعيد،
ولكن باعتقادك مشاركه مشرفه. المشاركه فعلا كانت مشرفه، لكن او اكو اخفاقات لازم نحكي بيها؟ هل ممكن تطويرها شلون بالمستقبل؟ تفضل. اكيد استاذ بدر، بس انا قبل لا انتقل خلينا بنشوه الفرحه مال المنتخب الارجنتيني بصراحه. لازم الجمهور يعرف انه اليوم انت، وبعدين انتقل لك لمنتخبنا الوطني، وهاي المشاركه المشرفه حقيقه، وما نضغط على اللاعبين، وهذا استحقاق نحن احنا كنا يعني من اللي كان يعني كنا هو هاي الثلاث مباريات كنا نطلع من عندها بنتائج ومعروفه سلفا. بس انا خلينا شوي ارجع لك للمنتخب الارجنتيني. يعني اليوم من يجيك المنتخب الارجنتيني وجود ليون ميسي بعمر 39، ويجيك شوف المفارقات استاذ بدر، يعني جايك من انتر ميامي اللي هو الدوريات الامريكيه لا معروفه ولا مصنفه، وجايك من عدم وامام المنتخب الانجليزي اللي مصنف الاول عالميا بالدوري، يعني الدوري الانجليزي ما يخفى على احد طبيعي، ومع هذا يحقق نتيجه ايجابيه ويقلب المباراه ويقدر يصنع هدفين عن طريق عرضيات. فشيء غريب عجيب صراحه، انه هذا قلت لك يعني مو انا اللي قيم ميسي، لكنه هذا رجل كل ما كان اكو ضغط، كل ما كان اكو لعب يعني بجانب ميسي عنده حلول. فكانت النتيجه بصراحه لليون ميسي للمنتخب الارجنتيني عن طريق الحلول اللي يعني باقدام ميسي. عموما ارجع لك لمنتخبنا كابتن او استاذ بدر. بالنسبه لمنتخبنا هي خلينا احنا انه نستفيد من عندها، نقول نستفيد من تجربتنا بمشاركه بعد 40 سنه. شنو استفادينا من هاي التجربه ودخولنا لكاس العالم؟ انا للاسف كنت يعني طالبت حتى عن طريق برنامجي بالبرنامج انه طالبت يكون اكو مؤتمر صحفي. هذا المؤتمر خاص بمدرب جراهام ارنولد وبحضور الاعلام العراقي وكل الصحافه العراقيه، يبدي شنو؟ تقييم مشاركتنا مع هاي قال النرويج فرنسا، حتى نطلع بحصيله واحنا البطوله. ليش جراهام ارنولد استبعد وليش استدعى بعض اللاعبين اللي عليهم 1000 علامه استفهام؟ فكنا انا كانت يعني مع احترامي لعضو الاتحاد السيد احمد الموسوي في هذا المؤتمر، لكنه بصراحه انا كنت محتاج المدرب هو شخصيا موجود، وعندنا ما شاء الله من الكفاءات ومن الاعلام انه قادر على طرح هاي الاسئله وممكن انه نتلافاها بالمستقبل. عموما هي كمشاركه صراحه يعني مشاركه مشرفه لمنتخبنا الوطني بعد 40 سنه. نعم. وما نحتاج ما طالبناهم بالنتائج، لانه احنا المخاضات العسيره اللي خاضها منتخبنا الاربع سنوات مع الاتحاد السابق بصراحه كلها تعرفها. نعم. طيب استاذ نجاح، بس لان الوقت البرنامج، اذا المشاركه قريبه للمنتخب شنو تنصحهم؟ يعني انا انصح انه اولا انا بالنسبه لي مع الاستقرار مع الكادر التدريبي اللي هو جراهام ارنولد. نعم. على اعتبار انه لازم نعطي فرصه ل4 سنوات، لانه انتم تردون كاس العالم، تردون اسيا، لازم تبدي من الان، لانه كاس العالم تبدينا قبل 4 سنوات او 8 سنوات. خطط بناء استراتيجيه. انا مع تغيير بعض اللاعبين اذا ما يكونون نصف اللاعبين يتغيرون للمنتخب. نعم. المشاركه بكاس الخليج ما نعتبرها مشاركه عفويه مثل ما البعض بصراحه يطالب، يقول انه مشاركه استعداد اسيا. لا، المشاركه نريد تكون حقيقيه، جمهورنا عاطفي ويطالب بكاس الخليج. نعم. مثل ما يعني طالبناها انه تكون بالبصره. نعم. وحققنا نتيجتها شلون اجت. لكن نعم. بالنسبه لنا بطوله كاس الخليج نتمنى من الان حقيقه العمل. عندنا لاعبين على مستوى عالي، ممكن تغيير بعض المراكز. عندنا مشكله بقلبي الدفاع، عندنا مشكله على جهه اليمين. على امل نعم نصف الفريق حقيقه. نعم، على امل انه هذا الكلام يتحقق على ارض الواقع، ولكن وقت البرنامج للاسف الكلام كثير والوقت قليل. استاذ نجاح صادق كنت معي ضيف عزيز، شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك استاذ بدر المميز ورائع، وشكرا للكادر فار المونديال. الله يسلمكم. شكرا لحضراتكم.